هنا تقديم للمقابله ديال اليوم اتحاد الرياضي يعقوب منصور الكوكب الرياضي مراكشي على الجوله رقم 20 والصراع اللي غادي ينطلق على ارضيه الملعب الاولمبي. هنا الطاقم التحكيمي المشرف على هذه المقابله المهمه انيطت لادريس زين دريس حكم الساحه، المساعد الاول شجعي ادم، المساعد الثاني اسماعيل المتليري، المساعد او الحكم الرابع غادي يكون هناك يعقوبي ياسين. غرفة الفار هشام تبسماني امامكم مشاهدينا الكرام. جو جميل وجو جيد، ونتمنى ايضا انه المقابله ديال اليوم تكون ممتعه حتى على المستوى الجماهيري باش يستمتع الجمهور الكريم اللي كيتابع معنا هذا اللقاء. اعطيت ضربه البدايه، انطلق اللقاء وانطلقت المحاولات. فريق الاتحاد الرياضي يعقوب منصور بالقمصان البيضاء الزرقاء من يمين الى يسار الساده المشاهدين، وفريق الكوكب الرياضي المراكشي اللون الاسود الاحمر من يسار الى يمين الساده المشاهدين. ولدينا كره في التماس المستوى التدريبي بين دميعي وبين مكتب مسير فريق الكوكب الرياضي المراكشي، ولكن لموا الصفوف والان كنشوفوا الكوكب محاوله هجوميه، فرصه ممتازه، فرصه جميله. زغودي كان ممكن انه يعلن على الهدف الاول من جانب فريق الكوكب الرياضي المراكشي. طريقه ديال التمرير العرضي، محاوله جات بهذه الكيفيه، الاختراق داخل منطقه الجزاء، والزغودي خذا الوقت ديالو سدد العمليه الهجوميه، محاوله انسداد دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله ممتازه، فرصه وماذا يقول الحكم؟ ومحاوله ومن جديد ضربه جزاء. سنتابع القرار. بالفعل ضربه جزاء يقرر الحكم لصالح فريق الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور. منصوري اختراق دخول داخل منطقه الجزاء، وبعد ذلك كيجي الهدف الاول في اول ضربه الجزاء الاولى في المقابله، في الوقت اللي الحوار كيجي بهذا الشكل. اذا ضربه جزاء، طريقه ديال الاختراق من جانب ابراهيم منصوري، وايضا التغطيه الدفاعيه. نشوفوا هنا المحاوله، نشوفوا هنا السقوط الاول، بعد ذلك كملوا اللاعبين الكره. هنا محاولة بهذا الشكل، – 11 دقيقة علاقة هذه المقابلة. قلت أول ضربة جزاء في اللقاء جات من جانب فريق الاتحاد الرياضي يعقوب منصور. هنا اللقطة اللي غادي يشوفها الحكم الآن، لاحظوا هنا الكرة، كنشوفوا هنا اللقطة، السرعة اللي مشى بها مهدي بالو للكرة. ونشوفوا هنا الإعادة للمحاولة الأولى اللي كان فيها اختراق بهذا الشكل. بعد ذلك كتجي هذه اللقطة من جانب المحاولة الأولى كانت من إبراهيم منصوري تحديدا. إذا خذ القرار ديالو الآن دريس زين، خذ القرار ديالو الآن. شوفوا الكاتب الإداري وأيضا اسماء في صفوف فريق كوكب مراكشي. إذا الحكم يقول بأنه كاينة لمسة على ما يبدو في اللقطة الماضية، وبالتالي كاينش ضربة جزاء. يلعب الكرة ديالو في خط الوسط الآن من ياسين مرسل. لا تزال العملية الهجومية ممتازة الآن، محاولة، فرصة تسديدة جميلة. زكريا فاتي قام بكل شيء، راوغ هيأ نفسه للتسديد، خدا الوضعية الجيدة، مرمى جمجمي، كانت وضعية صعبة أمام زكريا فاتي اللي تلعب بالدفاع. لاحظوا الأخذ والرد، لاحظوا أيضا الطريقة اللي جات من خلالها هذه المحاولة، ثم التسديدة اللي مشات مباشرة فوق المرمى. كرة إلى خارج خط جانبي الملعب، تماس تلعبات مرة ثانية لتكون من جانب عناصر فريق الاتحاد الرياضي يعقوب منصور. مهدي بالوك كينطلق، محاولة ممتازة، مهدي كيخترق، تسديدة، هدف أول في اللقاء.
الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور كيتمكن من تسجيل الهدف الاول عن طريق المهدي بالوك، اللاعب اللي عرف كيفاش انه يستخلص الكره في الوقت المناسب ويضعها في الشباك، معلنا عن الهدف الاول في شباك الحارس جمجمي. طريقه جميله في التعامل مع الكره، خدا الجهه اليمنى تحديدا وبعد ذلك سدد، لم يترك اي حد للحارس جمجمي. غنشوفوا الاعاده منذ انطلاقه هذه الكره، كيفاش خدا الكره مهدي بالوك، بعد ذلك مشى للجهه اليمنى وسدد في الجهه اليسرى. هدف اول، مرور امام نادر اللقماني ومرور امام اللاعب حمزه السماعلي. 1-0. كره تنفذ راسيه، محاوله ابعاد الخطر، رجعت عند جونستون نادر اللقماني، والحكم في هذه اللحظات يعلن على نهايه الشوط الاول. ضربة البداية الشوط الثاني غادي تجي بعد ثواني. هذا زين دريس الحكم الذي يقود هذه المقابلة. صافرة الشوط الثاني انطلقت الآن، كرة لصالح فريق الكوكب الرياضي مراكشي. الشوط الثاني نتمنى أنه يكون أفضل بكثير من الشوط الأول، من ناحية فاعلية، من ناحية أيضا الحضور على مسابقات الملعب، من ناحية أيضا التسجيل اللي ممكن أنه يخلينا نشوفوا مقابلة جيدة وبعيدة كل البعد عن باقي اللاعبين. خطأ في التمرير يستفيد منه اللاعب عادل خلوفي، عملية هجومية من جانب زكريا فاتي. مرة أخرى عند حناش يلعب الجهة اليمنى عند خلوفي، محاولة عند زكريا فاتي، تمرير في العمق، فرصة اختراق سقوط. الحكم يقول مواصلة اللعب، الحكم يقول مواصلة اللعب. لا تزال محاولة لفريق اتحاد الرياضي يعقوب منصور، ولكن بعيدة كل البعد إلى خارج رقعة الملعب. إلى خارج رقعة الملعب. رجعت من جديد للكوكب الرياضي مراكشي. كنشوفوا هنا الانسداد من الجهة اليمنى، محاولة جميلة الآن، دخول داخل منطقة الجزاء، سقوط. ماذا يقول الحكم؟ الحكم أعتقد أنه كيشوف أنه كان هناك تمويه، ربما كيشوف هناك شيء، يشوف بأنه هناك تمويه. تبراني في حول يدخل، ولكن الحكم كي يعطيه بطاقة. حمزة فونتي داعي تمويه اتحاد الرياضي يعقوب منصور. كرة عادت مرة أخرى الكوكب الرياضي مراكشي، فرصة تسديدة ولكن إلى خارج رقعة الملعب، لم تقدم أي جديد. تسديدة إلى خارج رقعة الملعب، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. نعيش على إيقاع الهدف الوحيد الذي سجل في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول. هذا هو حال هذه المباراة. الكوكب 20 مباراة، النظرة ديال المهاجم ومراقبة الحارس وتموضع. نادر اللقماني عنده الكرة، يرجع للخلف للكوكب الرياضي مراكشي في محاولة تهيئ للجهة اليسرى تحديدا، ولكن التغطية الدفاعية بتواجد اللاعب إلياس بدري لبعد الخطر. حناش يمنح هذه الكرة الأمامية لمهدي بالوك، ينسى المهدي، يمشي مهدي، يسدد مهدي، جول ثاني الأهداف من مرتد سريع، من كرة سريعة، من عملية هجومية أتت من حناش الذي منح الكرة في تمريرة موفقة وجيدة لمهدي. مهدي بالوك يتمكن من زيارة الشباك للمرة الثانية، بل يجعل الكوكب الرياضي المراكشي في وضعية صعبة الآن. شاهدونا حناش التمرير قبل خط المنتصف، وبالتالي هدف صحيح. ونشاهد هنا الطريقة التي أتت من خلال العملية الهجومية. بالوك شصوا بالحارس، والهدف الثاني في حدود الدقيقة 73، لذلك هدفين مقابل لا شيء لنفس اللاعب مهدي بالوك. كما قلت واحد من هدافي فريق الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور، ويأتي في المركز الثاني خلف اللاعب يونس الكعبي، الحديث عن حينما كان يمارس الفريق في القسم الاحترافي الوطني الثاني، والآن يواصل أيضا مساره على مستوى التهديف في مهدي بالوك.
في هذا التباري وفي قسم الاحترافي الوطني الأول. هذا حناش صاحب تمريرة الهدف أو صاحب الرؤية الصائبة وكيف استخلص الكرة. كرة في الخط الأمامي. شوفوا هنا عادت مرة ثانية لصالح فريق الكوكب الرياضي مراكشي. محاولة التسديد، السقوط الآن. محاولة المرور، نادر اللقماني. ممتازة جدا، والطريقة التي أتى من خلال الهدف، الكرة التي نفذت والتحضير الذي أتى من جانب فريق الكوكب الرياضي المراكشي. التعامل مع الكرة في العمق والتعامل مع الكرة التي تأتي بالشكل المناسب في الوقت المناسب. الكوكب الرياضي المراكشي يبحث عن الحلول، ونشوف الطريقة اللي جاء من خلال الحل بتمريرة عرضية، وبعد ذلك النيران الصديقة التي تجعل الكرة تعانق الشباك. نعم، هدف يأتي من خلال إلياس بدري الذي لمس هذه الكرة بهذا الشكل. فجمجمي يسعد الآن للتعامل مع هذه الكرة. ستلعب في العمق، تنفذ داخل منطقة الجزاء الرأسية. محاولة ممتازة هذه، صعبة صعبة صعبة، تسديدة. ماذا هناك؟ الحكم كيقول ركنية في الوقت اللي كيوجه بطاقة اللاعب ياسين مرسل. على ما يبدو غادي نشوفوا، لاحظوا الطريقة اللي جات من خلال هذه الكرة. غادي نشوفوا اللقطة مرة أخرى مشاهدينا الكرام. لاحظوا هنا تسديدة قوية، هذه من زاوية أفضل. لا، لم توضح. ماذا هناك؟ احتجاج. صابر منحان، أو إذا ضاعت للكوكب الرياضي مراكش تكون صعبة لأن المرمى فارغة، ولكن إن تم استثمارها. نشوفوا هنا كرة تنفذ في القائم الأول. محاولة رجعت مرة أخرى صوب التماس. تماس لصالح فريق الكوكب الرياضي مراكشي. الحكم ماذا هناك؟ هنا صراع اللحظات الأخيرة. ماذا هناك؟ الحكم زين ريس كينهي المقابلة. مشاهدينا الكرام، انتصار فريق اتحاد الرياضي يعقوب المنصور، 2 ديال الأهداف مقابل هدف وحيد لفريق الكوكب الرياضي مراكشي.